Morocco is the best in Africa. بالفيديو تصريح خطير من مدرب منتخب الكاميرون بعد الخسارة من المنتخب المغربي وتأهل المغرب للنصف النهائي، ويسخر من الجزائر. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت فخور بالمنتخب المغربي يرجى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وكتابة تحيا المغرب في التعليقات، ولا تنسوا تعطير فمكم بالصلاة على رسولنا الكريم بعد فوز المغرب على منتخب الكاميرون والتأهل لنصف نهائي كأس أفريقيا. قال مدرب منتخب الكاميرون في تصريح عقب نهاية المباراة أن ما قدمه المنتخب المغربي في هذه البطولة يؤكد أنه أقوى منتخبات القارة بلا نقاش، ووصف المنتخب المغربي بأنه يلعب بعقلية الكبار، يعرف متى يضغط ومتى يهدئ الإيقاع، ويملك شخصية لا تتأثر بالظروف ولا بالأسماء الكبيرة. وأضاف أنه كان متأكدا قبل المباراة أن المدرب وليد الركراكي سيتعامل بذكاء مع اللقاء، وأشاد بشكل خاص باللاعبين إبراهيم دياز ونائل العيناوي. وأكد مدرب الكاميرون أن تصدر المغرب للمجموعة والتأهل إلى ربع النهائي ثم نصف النهائي لم يكن محض صدفة أو نتيجة حسابات، بل هو نتيجة عمل واضح وانضباط تكتيكي كبير وثقة عالية في اللاعبين. وأضاف أن الجانب التحكيمي أصبح عاملاً قلق كبير، مشيراً إلى أن التحكيم في البطولة صار عاملاً حاسماً وليس مجرد جزء من اللعبة، معرباً عن خوفه من تكرار سيناريوهات قد تضر بالمغرب في المباريات القادمة. وقال أيضاً: لقد أظهر المنتخب المغربي قوة استثنائية مع نجومه البارزين مثل حكيمي الذي قدم أداءً متميزاً في الدفاع والهجوم، وإبراهيم دياز الذي أبدع في خلق الفرص وصناعة اللعب، كما كان نائل العيناوي إضافة قوية في وسط الميدان بتحكمه في الإيقاع ودقته في التمرير. والمنتخب المغربي أظهر أيضاً توازناً بين الخطوط، حيث كان هناك انسجام وتفاهم كبير بين الدفاع والهجوم مع أداء مميز من حارس المرمى واللاعبين في خطوط الدفاع، ما جعل الفريق صعب الاختراط وفعالاً في الهجمات المرتدة. هذا الأداء الرائع وأسلوب اللعب المتزن والروح القتالية العالية أكدت للعالم أن المغرب من المرشحين الأوائل للفوز باللقب، وأنه يقدم أفضل نسخة له في تاريخه بكأس أفريقيا. الجميع الآن يترقب بحماس المباراة القادمة في نصف النهائي، حيث يأمل الجمهور المغربي أن تستمر هذه الإنجازات وتتوج بالنجاح النهائي.